وفي هذا اليوم وقبل ساعات كان جلالته على موعد مع شعبه عندما رأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1401 والتي تحمل معطيات الخير لهذا الشعب المسلم الأبي. واليوم نحن مع الحرس الوطني في يوم من أيامه المجيدة وفي مناسبة من مناسباته العسكرية مع قائده ووالده بتخريج الدفعة 13 من أبنائنا ضباط المدارس العسكرية بالحرس الوطني. هذه المناسبة التي تضيف صفحة رائعة ومجيدة من صفحات البناء ومن صفحات بناء القوة الذاتية لشعب المملكة العربية السعودية على أسس من الإيمان بالله. موكب الوالد القائد يقترب رويدا إلى هذا المكان الفسيح، ويتأهب الجميع لاستقبال جلالته، وأرى في مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، بينما تستعد فصائل من الحرس الوطني لتأدية التحية لجلالته. أيها السادة، في هذه اللحظة وصل حضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى إلى مكان الحفل، واستقبل بالحب والأمل، استقبل بكل ما يليق بجلالته، وأرى في مقدمتهم صاحب السمو الملكي. هكذا أيها الأخوة المواطنون عزفت فرقة الموسيقى السلام الملكي السعودي تحية لمقدم جلالة القائد الرائد خالد بن عبد العزيز المفدى حفظه الله، وحيث كان في استقبال جلالته صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وحيث كان في معية جلالته حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ويتخذ جلالته حفظه الله مكانه في صدر السرادق، والجميع هنا وقف تحية لمقدم جلالته، حيث يشارك حفظه الله أبناءه رجال الحرس الوطني الباسل فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الكريمة، والتي سيتم خلالها تخريج الدورة 13 من طلبة المدارس العسكرية والفنية التابعة للحرس الوطني، وحيث يتم الاحتفال في منطقة خشم العان. أيها الإخوة، إن حرص جلالته حفظه الله على مشاركة أبنائه المواطنين سواء منهم في القطاعات العسكرية أو المدنية إنما يؤكد عمق الترابط، عمق الوفاء، عمق المودة التي تجمع بين القائد وأبناء شعبه. صاحب الجلالة مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة المعظم، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة والفضيلة، أيها الحفل الكريم، في هذا اليوم المشرق الوضاء من أيام المدرسة العسكرية نرحب بك يا صاحب الجلالة أجمل ترحيب
مرحبا بك يا قائد مسيرة هذه الأمة بين أبنائك وجنودك رجال الحرس الوطني، وإنها لفرحة غامرة أن نراك بيننا، فكل القلوب وكل الشفاه في هذا المكان تهتف وتقول لك يا مولاي مرحبا. مولاي،